اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا يا أغلى وأحلى متابعين. في البداية كده أنا حبيت أدخل عليكم وأنا بعمل أجمل حاجة كنتوا بتحبوا تشوفوها مني، غسيل الحوض والمواعين. سامحوني جدا على الغياب الطويل الفترة اللي فاتت. طبعا حاجة ما كانتش بإرادتي أنا، اكيد كان نفسي انزل واشتغل واعمل لكم فيديوهات جميله زي ما عودتكم، بس حقيقي انا اتعودت اطلع في القناه عشان اديكم طاقه ايجابيه. ما تعودتش ابدا اطلع اقول اني تعبانه واني مش قادره واني في ظروف صحيه تمنعني من اكون معاكم في القناه. فبالتالي انسحبت وقلت مش هطلع الا ما احس ان انا قادرة ولو بنسبة حتى 60% أكون معاكم. طبعا متابعيني مش واخدين على فيديوهاتي البسيطة. على قدر الإمكان هقدر أكون معاكم الفترة الجاية. ادعولي وعايزة أدعمكم ليا. بتمنى من كل متابع شايفني دلوقتي، بتمنى من متابعيني اللي بيحبوني يرفعولي الفيديو ده باللايك وبالكومنت وبالشير، لاني انا بقالي فترة طويلة جدا بعيدة عن القناة، فاكيد اليوتيوب مش هيعرض الفيديو، وبالتالي مشتركين كتير جدا مش هيعرفوا ان انا رجعت للقناة تاني. بشكر جدا كل متابع دخل وكتب لي كومنت ايجابي. بجد انا بحبكم قوي ومعرفش ان انا محبوبة جدا في وسطيكم كده. تعليقات جميلة قوي، ولحد الآن بشوف تعليقات من يومين ومن 3 أيام وأنا بعيدة عن القناة أكتر من 1.5 سنة. فأنا بشكركم، الكومنتات بتاعتكم اللي كنت بدخل واشوفها عندي في القناة هي أكتر حاجة ادتني دعم نفسي وخلتني أرجع. بالمناسبة أنا عايزة أقول كلمتين مهمين جدا لمتابعيني اللي بيحبوني وبيثقوا فيا. عايزة أقولك مش لازم كل يوم يحصل حاجة في حياتك تبهرك. مش لازم النهاردة يتقدم لك هدية كان نفسك فيها عشان تحسي إنك مبسوطة. مش لازم النهاردة بنتك تيجي تقولك يا ماما أنا طلعت من الأوائل النهاردة في المدرسة في الامتحان عشان تنبهري. مش لازم تستني كل يوم حاجة تبهرك. صدقيني بعد صحتك وصحة أولادك وزوجك طبعا وأهلك جنبك بخير، نامي وانتي مرضية وراضية عن نفسك واحمدي ربنا. مفيش أي نعمة في الدنيا تعادل نعمة الصحة. كونك قادرة تقفي تغسلي مواعين، تعملي أكل، كونك قادرة تقفي لنفسك من غير ما تحتاجي لأي مخلوق حواليكي، انتي في نعمة كبيرة قوي من ربنا. في حاجات كتيرة بتحصل في حياتنا بتفوقنا. مش لازم ربنا يبتلينا بمرض عشان نعرف النعمة اللي احنا فيها. والله احنا غرقانين في نعم ربنا. حتى في الابتلاء بيكون في نعمة بس احنا مش شايفينها. فدي كانت رسالتي لكل المتابعين. طالبة منكم الفترة اللي جاية تدعموني، لاني بقالي فترة طويلة جدا بعيدة عن القناة، واكيد زي ما قلت اليوتيوب مش هيحطني من ضمن المقترحات، فبالتالي القناة هتكون واقعة جدا. مش عايزة اكون محبطة، بس حقيقي انا راجعة وكل تفاؤل وكل امل، وعلى قد ما هقدر هحاول انزل لكم في فيديوهات. وللمرة المليون بشكركم جدا جدا متابعيني اللي على راسي من فوق، اللي كانوا بيدعموني بكل كلمات ايجابية. بجد انتوا اجمل حاجة عشتها في اليوتيوب، احسن من اي حاجة انا شفتها انتم. بجد ميرسي ليكم ولدعمكم ليا. هحاول اكون معاكم على قد ما اقدر الفترة اللي جاية ان شاء الله. هحاول اجيب لكم حاجات جديدة واعرضها لكم. زي ما انتوا شايفين طبعا شقتي محتاجة تنظيف كامل، هبدأها معاكم. شكرا ليكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.